صباح الخير عليكم جميعا. احنا دلوقتي في منطقة أهرامات الجيزة. فالنهاردة هنتكلم على حاجة كلكم تعرفوها أو حتى اللي ما يعرفوهاش، يعني هنتكلم بالعموم. مراسم الدفن في وقت الفراعنة كانت ازاي؟ يعني بيعملوا ايه في الدفن؟ هل مثلا بيدفنوا الميت في الأوضة ويجروا ولا يعملوا ايه بالظبط؟ بصوا بقى، كان في كذا حاجة بتحصل في وقت دفن الميت، سواء ملك أو واحد من الشعب. في وقت دفن الميت ده كان بيبقوا كاتبين نصوص، دي عبارة عن صلوات في لفائف ورق البردي، وبيجي ابن المتوفي الكبير، لازم يكون ابنه الكبير، يمسك اللفائف دي ويقعد يقرأ فيها في أثناء الدفن، وده علشان يسهل صعود الروح للأعلى وللسماوات العليا أو لأماكن الآلهة. خلاص، اللي هي بعد كده بقت متون الأهرام أو نصوص الأهرام. فهي كانت في الأول خالص نصوص مكتوبة على لفائف من البردي. ففي وقت ما ابن المتوفي الكبير بيقرأ النصوص دي أو بيقرأ الصلوات دي، كان بيبقى فيه 7 راقصات جنائزيات، يعني 7 راقصات بيرقصوا رقصة جنائزية. ما انت برضو لما بيجي في الجنازة العسكرية انت بتشوف مشية العساكر ماشية رتميك برتم معين بمنظومة معينة. هم كانت ال7 راقصات دول 5 منهم بيعملوا رقصة للإلهة حتحور علشان يستدعوا الإلهة دي اللي هي هتدي الروح تاني للمتوفي في العالم الآخر. فهم بيعملوا لها رقصة إرضاء ليها أو نوع من القرابين الجسدية الراقصة ليها علشان ترضى تيجي وتدي الروح تاني للمتوفي في العالم الآخر. يبقى أنا عندي هنا حاجتين بيتموا في وقت الدفن. الابن الكبير وقت ما هو بيقرأ الصلوات، في نفس الوقت الراقصات الحتحوريات اللي هم موجودين في مقابر سقارة وفي منهم موجودين في فريسكات في المتحف المصري بيرقصوا الرقصة الجنائزية دي. ونشوف حاجة كمان بقى، طب امال ايه دور النادبات؟ النادبات دول ما دام هو مؤمن بعالم الآخر وما دام هو مؤمن ان هو هيروح في العالم الآخر يعيش حياة أبدية، امال كان بيبقى في نادبات ليه؟ ليه في حزن يعني؟ لأنه هو فقط ان هو عارف ان هو هيعيش حياة أبدية، ومن الجائز جدا انه ما يتقابلش مع اهل اسرته او ما يتقابلش مع من يحب في العالم الآخر. والفراق نفسه هو اللي كان بيبقى صعب عليهم، لانه عارفين انه خلاص هو اتنقل لعالم تاني. فهو ده اللي بيخليهم يعني حزنانين على موقف الفراق نفسه، فكانت بيعبروا بالحزن دوت بالندبات. شكرا جزيلا.